يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليقول للأمة ترى موعد ليلة القدر هي الليلة الفلانية، ولما اختصم رجلين تغير الموضوع، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع، ثم التفت إلى الناس وقال: أما والله إنني قد دخلت عليكم لأخبركم عن ليلة القدر، أما إني وقد وجدت هذين قد تلاحى يعني تخاصما فإني نسيتها. ولذلك النبي اعتكف أول رمضان، العشر الأول من رمضان اعتكفها النبي، ثم نزل عليه جبريل قال: إنها ليست هنا، يعني ما هي موجودة ليلة القدر في العشر، فاعتكف العشر الوسطى، فأخبره جبريل أنها ليست هنا، ثم اعتكف العشر الأخرى، فقال له جبريل بأن الله يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتحراها في هذه العشر.